عارفك عايز تسمع البيانو سبورت ومثبتك، لكن تكلفتها كتيره جدا عليك وعاليه عليك. طبعا عندي لك حوالي 5 6 حلول وحاجات رخيصه وحاجات زي الفل. تابع معايا للاخر وانا هجيب لك ان شاء الله الرحمن الحلول دي كلها معانا دلوقتي. لايك وشير، وما تنساش اهم حاجه اتصل علينا مع السلام في التعليقات، ولو عندك اي مشكله قولها لها في التعليقات وانا ان شاء الله هجاوبك عليها. نبدا البيانو سبورت. اول حل من الحلول يا جماعه، لو انا مش هجيب البيانو سبورت اللي هو الاساسي، اللي هو الريسيفر الاساسي اللي نازل بالشركه طبعا 5000 وازيد دلوقتي، يبقى اجيب الريسيفر ب 300 400 جنيه او 500 جنيه في شرينج اللي هو كسر الشفره، ممكن 20 جنيه في الشهر تقضيني نت وانا مرتاح قوي 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 زي الفل. طيب بعمل ايه دلوقتي؟ بطلع اركب الطبق فوق عادي، طبعا مع منال بركب عليه اموس على ال70 عادي مفيش اي مشكله. طب عايز ازود شويه بجيب طبعا متر زي ما شرحت لك قبل كده في الفيديوهات لو عايز تشوفها، واركب عليه اموس والهوت بيرت. الاثنين دول هيكفيني قوي ان اما اجيب لي كل البطولات عندي موجوده، مفيش دوري مش هيجيبه لك عندك، وكمان باقه افلام ممتازه جدا. احلى من في كده بقى الصوره. المشكله عندي دلوقتي التعليق الانجليزي. هيفرق معاك ولا مش هيفرق معاك؟ لو مش هيفرق معاك يبقى توكل على الله واسمع. ممتاز الممتاز. صوره، جوده صوره، نقاء صوره، ما تقولش ولا تحكي عليها بصراحه ربنا على الامرين دول هم اموس والهوت بيرت. طيب عايز ارفع شويه من معنوي شويه واسمع تعليق عربي يا عم طه، يبقى التعليق الصوتي يا جماعه. الصوتيات دلوقتي نازله في 99% من الريسيفرات اللي نازله في السوق الصوتيات، بس اهم حاجه تكون صوتيه كويس، يعني صفر يكون ممتاز زي نوفا، تمام، مدعوم، صوتيات بتاعته ثابته ممتازه، حاجه حلوه جدا 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 بصراحه عن تجربه، يعني حاجه ممتازه جدا. طيب هعمل ايه؟ هحط الاثنين مع بعضهم، واعمل لك فيديو قبل كده عندي على القناه تشوف برضو ازاي ادمج الصوت العربي مع الصوره الانجليزي او الصوره اللي جايه لي من قمر تاني، والتايم شيفت اظبطه ازاي، ده كله اعمله لك، وممكن اعمل لك فيديو شرح من المره الجايه عليه لو حابين. هبقى حاطط الصوره من الهوت بيرد والصوت جايبه من البي ان سبورت، وادمجه مع بعضهم بكل سهوله. هي بزر واحد يا جماعه الاوديو، واختار القناه اللي عليها ماتش وادوس بيجيب لي الصوت مع الصوره يروح دمجه هو اوتوماتيك مع بعضيه. لو الصوره سنه ولا حاجه بيبقى في حاجه اسمها تايم شيفت، لو عندك ثانيه او ثانيتين او ثلاثه بتعرف تظبط الصوت مع الصوره بكل سهوله. ده الحل الثاني ممتاز جدا 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 ورخيص. هما الحل الاول والحل الثاني يعتبر شبه بعض. اهم حاجه في القصه كلها الريسيفر يا جماعه. الريسيفر يكون داعم الانترنت، يكون عندك طبق فوق، حتى لو مش محتاج الطبق الثاني اركب عليه اموس ونايسات وهوت بيرد على طبق متر هيكفيك من كل ده. يبقى احنا كده خدنا المعلومتين الاولانيين. صلى الله عليه وسلم. في المعلومه الثالثه دي هيبقى مثلا عند الريسيفر نفس القصه بالظبط، بس هيبقى نظام اي بي تي في، يعني بمعنى البلدي كده زيه زي اليوتيوب بالظبط. بس هي تفرق في ايه؟ ان الاي بي تي في بيبقى نظام ايقونات، واحده لللايف فيها كل حاجه لايف، واحده المسلسلات، واحده للافلام. الافلام والمسلسلات بتبقى مكتبه يا جماعه مش لايف. اللايف بيبقى فيه بين سبورت اللي هو السن المجموعه كامله، حتى كمان في امور ثانيه وفي حاجه قنوات ثانيه بتبقى موجوده على السيرفر. ده بيبقى مجموعه اللايف كلها، يعني تفتح يبقى فعلا ده اللايف اللي هو شغال، مش كنت في حاجه واحده بس. هو بيبقى متاخر حوالي نص دقيقه او ممكن تكون نص دقيقه عن البث اللي هو مباشر. يعني ممكن الجون لو في القهوه في الجهاز الاصلي بتاعه الجون يجي وانت بعديه بحوالي نص دقيقه ولا حاجه او اقل نص دقيقه الجون يجي عندك. ده اول عيب فيه. تاني عيب فيه بياكل نت يا جماعه. بس قصه النت بس دي بتبقى مقرفه شويه بالنسبه لنا احنا. طبعا عندنا في مصر النت بيبقى ضعيف شويه، فدي برضو بتبقى فيها تكه كده رخامه ان انا ما بعرفش اظبط بصراحه. قصه ان انا هدفع نت ماشي، بس احنا عندنا كذا جوده عامه في السيرفر موجودين، بس هي القصه كلها بتبقى في الصوره حسب ما انت عايز. برضو ترفع الجوده تاكل في نت تقلل الجوده الصوره ما بتبقاش حلوه، لكن شغال كويس. بس انا برضو كراجل فني او بقدم لك محتوى، انا بقدم لك الثلاث حلول او الاربع حلول شغالين قدامك زي الفل. اللي احلى من كده واجمل من كده بصراحه تاني، بس برضه ليه مشاكله الدش الهوائي او الشبكات الهوائيه. دلوقتي بتنزل لك حوالي 20 قناه او 25 قناه، كنت عامل عليها فيديو اول امبارح ولسه عملت الفيديو بتاعها اللي هو الجمال والحلاوه بتاعتها والشياكه والنظافه والاناقه والدنيا بتاعتها كلها. قدمت لك كل حاجه فيها كويسه، بس لسه بصراحه اقدم لك فيها الجنب الثاني. يعني انا قدمت لك الجنب اللي يعتبر السلبي فيها، تمام، او الايجابي. قدمت لك الايجابي. باقي القصه بتاعت السلبي دي بقى هجيبها لك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، واحكي لك عن كل تفاصيلها وكل مشاكلها وكل دنيتها
في فيديو ان شاء الله الرحمن. انتظروا باذن الله تعالى على قناه طه بتاع دش ان شاء الله الرحمن. لو عشنا وكلنا عمر الايام الجايه. يبقى انا قدمت لك دلوقتي 4 حلول شرنج، تمام. هنظبط الشرنج، نعلي شويه، نجيب مثلا الصوتيات يبقى صوتيات عربي بدل انجليزي. الاي بي تي في وقلت لك عيوبه. اخر حاجه قلت لك دلوقتي هو الرابع اللي هو الشبكات الهوائيه، ممتازه جدا زي الفل زي العسل، بس يكون في حد ثابت زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، تعرف تديله الاشتراكات بتاعتك بتاع كل شهر، وتعرف تساله لو قطعت الاشاره عندك او الصوره عندك قطعت ما اشتغلتش والكلام ده كله، يبقى في حد قدامك تعرف تساله عن ايه المشكله وايه سبب المشكله، يحلها لك ولا لا، فيها تبقى بينك وما بين الفني اللي هو شغال معاك. طيب دي كده قصه ملمه جدا يا جماعه، ان انا ازاي اسمع البين سبورت باقل تكلفه، بالعربي وبالانجليزي، بالنت القوي، بما فيش نت خالص، ده كله جبت لك بين ايديك. اهم حاجه احنا بنتعب ونشقى معاك والله عشان اقدم لك معلومه بما يرضي الله. حاول كده تدعمنا بلايك وبشير، ونكمل مع بعضنا ان شاء الله الرحمن، ونطلع خطوه لقدام باذن الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى يسمع بيكم. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفي الختام صلى على النبي.